تخيل انك تمتلك حاجة مش موجودة في الواقع اصلا ومع ذلك تجيب لك فلوس كل يوم. والاغرب انك ممكن تكون بتستخدمها يوميا وانت مش واخد بالك. ناس كتير دلوقتي بتكسب آلاف بل ملايين من الأصول الرقمية. فإيه هي الأصول الرقمية أصلاً وليه العالم كله بيتجه ليها؟ أكيد سمعت عن البيتكوين أو المنتجات الرقمية أو صناعة المحتوى، ويمكن كنت فاكر إن الموضوع معقد، بس الحقيقة أبسط من كده بكتير. ببساطة الأصل الرقمي هو أي حاجة موجودة على الإنترنت بس ليها قيمة، زي قناة يوتيوب أو موقع أو كورس أو حساب على السوشيال ميديا عليه جمهور كتير. الفكرة إنك بتبني حاجة النهاردة ومع الوقت قيمتها تكبر وتبدأ تحقق دخل. زمان كان لازم يبقى عندك محل أو مكتب أو عقار أو أي رأس مال كبير، إنما دلوقتي ممكن يبقى عندك موبايل أو لابتوب وتبدأ مشروع كامل بدون رأس مال. الإنترنت خلق اقتصاد جديد قائم على المهارات والمحتوى والجمهور. لو عندك قناة يوتيوب أو صفحة قوية فأنت بالفعل بتبني أصل رقمي. وعندك كمان من الأصول الرقمية المهمة جدا الكورسات والكتب الإلكترونية والقوالب الجاهزة. كل ده بيتعمل بمجهود مرة واحدة وبيتباع مئات المرات. وفي سبيل ده انت هتبقى محتاج تتعلم مهارات زي التصميم والمونتاج والبرمجة والتسويق، وكل مهارة من دول ممكن تتحول لدخل مستمر. لو كنت لسه في البداية ما تفكرش في الربح السريع، فكر في أصل رقمي تكونه دلوقتي ويعيش معاك لسنين. وعشان تحقق الهدف ده انت محتاج 5 حاجات مهمين جدا جدا: انك تتعلم مهارة، وانك تبني وجودك اونلاين، وانك تشارك المحتوى اللي انت بتكونه، وانك تطور نفسك باستمرار، واهم حاجة في ده كله انك تصبر. المستقبل مش للأقوى، المستقبل للي بيتعلم أسرع وبيتأقلم أسرع. يمكن الفيديو ده يكون بداية تغيير حقيقي في مستقبلك. فلو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتكتب لي في التعليقات، وفكر كده أنهي أصل رقمي نفسك تبدأ فيه.